بنات، اهلا الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ اموركم هانيه على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي وقناتكم يوميات جاسم المغربيه في البحرين. وكيف العاده نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وقبل ما نبدا هاد لا فيديو، لكن انت اول مره كتشاهدي القناه ديالي، ما تنسيش انك تابوناي عندي في القناه وتفعلي زر الجرس باش يوصلك اي جديد تنحط في القناه ديالي. مهم بنات، الفيديو ديالنا ديال اليوم ولا الوصفه ديالنا ديال اليوم غتكون عباره على واحد الكلاص منزلي بحجم عائلي اللي كيجي زوين وراقي لا في الشك في المذاق، والاهم في هادشي انه اقتصادي وبمكونات بسيطه. مهم بنات، نبداو على بركه الله المقادير. كنحتاجوا البنات 2 كيسان ديال الحليب بارد، يعني 2 كيسان ديال الحليب بارد اللي كنكونوا دايرينه من قبل لكم البنات. الحليب كيكون بارد، يعني كنكونوا دايرينه من قبل في الثلاجه، يعني هذا هو السر من اسرار نجاح هذا الكلاص. وثاني حاجه البنات، جبت هذا الساشي ديال الكلاص ديال ايديال اللي زوينه بزاف البنات، وتا هي البنات تا هي كديروها في الثلاجه، حيت البنات السر من اسرار ان يطلع لينا الكلاص هو ان الحليب يكون بارد. وتا هادي ديال ايديال البنات، هاد الساشي ديال ايديال تا هي درتها في الثلاجه تا هي تبرد. زدت عليهم البنات واحد 2 فلان ديال الكراميل. من بعد البنات ما زدت عليهم فلان ديال الكراميل، يمكن لك تستعملي اي فلان كتبغي نتيا واي نكهه كتفضلي، لا من ناحيه البودره ديال الكلاص ولا من ناحيه كذلك حتى الفلان ديال الكراميل. يمكن لك تعوضيها بفانيت، يمكن لك تعوضيها بالفريز، يمكن لك تعوضيها باي نكهه كتفضلي. كما قلت لكم البنات، النكهات دائما كتبقى على حسب الذوق، شوفي نتيا وشنو كتفضلي. ومن بعد البنات غنزيد واحد 2 معالق كبار ديال النيدو او الحليب المجفف، وغنخلط البنات المكونات جيدا بالخلاط الكهربائي حتى تنحصل على واحد الكريمه اللي القوام ديالها عاقد بحال اللي كنطلعوا البنات لا كريم شونتي. ومن بعد البنات شو سميتو، من بعد ما كنخلط جيدا حتى تنحصل قلت لكم على واحد القوام اللي كريمي، جبت البنات هاد لي مول ديال السيليكون وبديت كنعمرهم للتزيين. هاد المرحله البنات يمكن لك ديرها يمكن لا. من بعد البنات جبت واحد ميلكا واللي غنقطعها البنات قطع باش غنخلط البنات، نخلطها مع البنات. هاد المرحله اختياريه، يمكن لك تضيفيها يمكن لك لا. وغنضيفها البنات على الكريمه ديالي، وغنزيد عليها البنات كذلك شو سميتو لي بيبيت شوكولا او رقائق الشوكولا. وتقدروا البنات تزيدوا في هذه المرحله المكسرات، لا عندكم لوز، كركاع، اي نوع ديال المكسرات، ولا ما بغيتوش تخليوه غير هكاك غير عادي. هذا البنات غير اضافه، لا بغيتي ولا لا، يعني دائما نقدري ديري الزبيب، يمكن لك تقدري ديري اي حاجه. من بعد البنات غنجيب واحد المول اللي كما كتشوفوا ملي غلفتو بالبابي فيلم، وغنخوي فيها البنات الكلاص ديالي، وغندخلوا البنات للثلاجه لواحد المده ديال 6 سوايع حتى تنحصلوا على واحد هنايا البنات. من بعد ما كنكب الخليط ديالي في المول كنغطيها البنات، نعاود نغطيه بالبابي فيلم، وكما قلت لكم كندخلوا للثلاجه ولا المجمد لمده ديال 6 ديال السوايع حتى يشد في راسو البنات. ودابا البنات هنا غندخلوا للثلاجه وغنرجع لكم باش نشوفوا المرحله الثانيه الاخرى في هذا الكلاص اللي هي مرحله ديال التزيين. وهنايا البنات دابا من بعد ما جمد ليا الكلاص ديالي، دابا البنات غنديمو ليه من المول وغنزينوا البنات هنايا. يمكن لك تزينيه باي حاجه عندك في الدار البنات، باي حاجه يمكن لك تزينيه. ما كتشوفوا بديت نديمو لي الكلاص ديالي وغنزينو. دائما التزيين كيبقى دائما على حسب الذوق. وهنا البنات كنكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو. نتمنى الكلاص ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، حيت راه ساهل واقتصادي. وكما كتشوفوا البنات زينته بداكشي اللي متوفر عندي في الدار. وهنا البنات كنكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو. نتمنى الكلاص ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وعجبتكم الوصفه. ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم، وكذلك اللي مازال ما دخل عندي الانستغرام، مرحبا بكم عندي في الانستغرام اللي دائما كنخلي في اول تعليق مثبت.